اليوم اخر نهار في المدرسه وغتبدا العطله، وبلا ما نقول لك اختي شنو كيتسنانا. المهم باش نحسن العلاقه مع وليداتي قلت غنوجد لهم شي حاجه زوينه. اول حاجه درت هي مشيت للبيم، تقديت كاع التقديه اللي خاصاني، ومن بين التقديه ضروري ما كناخذ لي برودوي ديال المزيه غتلقاوهم في بيم. اي بيم مشيتو غتلقاو فين برودوي المزيه، غتلقاو 600 رقيقه وغتلقاو حتى الاورج برو. صافي تقديت كاع داكشي اللي خاصني وجيت للدار باش نوجد لهم شي حاجه للكوتي باش نبداو عطله زوينه. صافي هنايا خديت واحد الكاس ديال التمر اللي تكون مقطع، زدت عليه كاس ديال الماء اللي تكون طايب مع واحد المعلقه صغيره ديال الخميره، كنخلطهم وكنخليهم جانبا. كناخذ 4 البيضات مع قبيصه ديال الملح والفاني وواحد 3 المعالق ديال العسل. كنخلط كلشي صافي وكنبدا نطحن فيه. بعد ما كنطحنو مزيان كنضيف عليه كاس اللي تكون ما عامرش ديال الزيت، وكنضيف هذاك المنقوع ديال التمر اللي درت في الاول. وهنايا خديت الشعير، هذا الشعير برو اولا الاورج برو ديال المزيه، ما فيهش الفورص وما كديروش مع الفورص، كديروه غير بوحدو. هنايا انا درت 2 كيسان ونص. ملي خلطت بان لي باقي خفيف زدت نص كاس، يعني في المجموع 3 الكيسان ديال الاورج برو ديال المزيه. غادي نزيد عليه خماره ونص حيت ديجا درنا واحد المعلقه صغيره مع التمر. كنخلط الكل مزيان وكنزيد عليه واحد المعلقه ديال عصير الحامض اولا الخل. صافي وهنا زدت واحد شويه القرفه كتعطيها واحد المذاق غزال بزاف. خلطت الكل مزيان وخديت واحد المول دهنته بالزبده ورشيته بالاورج برو ديال المزيه، درت فيه الخليط ديالي وزدت عليه الكركاع من الفوق. كنشعل عليها من التحت حتى كطيب وتطلع، عاد كنشعل عليها من التحت والفوق. العافيه اللي كتكون مجهده. وشوفوا ليا الكيك كيفاش كتجي، راه كتجي بنينه بزاف حرفيا ما غاديش تقنعوا منها. انا هنايا زينتها بشويه ديال الاملوس، تقدروا تزينوها بشويه الزين كيبقى اختياري، زينوها باش ما بغيتو. شوفوا ليا كيفاش كتجي، فعلا كتجي بنينه بزاف. جربوها وردوا لي الاخبار بالصحه والراحه.